ازيكم؟ بقالي كتير ما بظهرش على السوشيال ميديا عشان عندي شغل وفترة كده انا مشغول فيها جدا، بس بما ان النهارده اجازة فننزل نشرب القهوة بتاعتنا في مكان جميل فيه طبيعة ونتفرج على مكان جديد في تبليسي من الاماكن اللي انا متعود اوريها لكم. المنطقة اللي انا فيها دلوقتي اسمها منطقة فاركاتيلي قدام فندق هوالنج، زي ما احنا شايفين كده ده الفندق 5 نجوم. يلا بينا نتفرج على المكان والبيوت اللي موجودة هنا واقول لكم اسعارها كام. احلى تمشية بقى هنا، الشجر حواليك في كل مكان والعربيات بعيدة، فأحلى أكسجين بتشمه. اللي ورايا دي أول بحيرة صناعية هنقابلها في المنطقة هنا، زي ما احنا شايفين الجمال، وفي كمان كذا بحيرة هنتفرج عليهم دلوقتي. هناخد بقى الطريق ده عشان نطلع لفوق. عندنا تحت هنا أول بحيرة، وهنا لما طلعنا لقينا البحيرة التانية. في سمك هنا كمان. أجواء من الآخر. طبعا دلوقتي مفيش ناس كتير، الناس بتبتدي تيجي هنا بعد الساعة 6 عشان دلوقتي في شمس والجو حر شوية. أحلى تمشية بقى هنا عشان الواحد يشوف جمال الطبيعة. فعلا تبليسي عاصمة بس فيها طبيعة زي ما احنا شايفين كده. دي البحيرة الصناعية الثالثة والأخيرة اللي موجودة هنا من البحيرات الصناعية، زي ما احنا شايفين كده الجمال، الألوان، الخضار، المية. هنتفرج دلوقتي على بحيرة طبيعية، أكبر بحيرة في تبليسي، اسمها بحيرة تبليسي سي. هنشوف المية لونها عامل ازاي. المية لونها تركوازي، وفي كومباوند ورا الفندق في شقق سكنية وكده. سعر الشقة بيتراوح بين ال80 إلى ال100 ألف دولار. مساحة الشقة تقريبا 75 أو 80 متر. كومباوند جميل في مكان جميل، جنبك طبيعة وأجواء من الآخر. والأسعار هنا ما تعتبرش غالية عشان المنطقة هنا بتبعد عن السنتر شوية. قاعدة بقى هنا على البحيرة بالدنيا كلها. هنا زي ما انتم شايفين ورايا كده في فيلل. الفيلل هنا بتبتدي من 200 ألف دولار. يعني مكان زي ده فيه طبيعة، تقدر تقول زي التجمع الخامس مثلا في مصر أو حاجة، بس انت حواليك طبيعة وجمال كده. يعني الفيلا هنا بتبتدي من 200 ألف دولار، يعني بالمصري 10 مليون جنيه سعر شقة في مصر.